السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، كل عام وأنتم بألف خير. يا جماعة النهاردة إحنا هنتكلم عن فيديو مهم جدا جدا جدا. يا ريت كل اللي بيسمعني النهاردة يهتم بالفيديو ده ويحط ويوريه لأصحابه، يعمل له شير، يعمل له أي حاجة، لأن الفيديو بجد خطير. الايام اللي فاتت دي شركه فيسبوك عملت حاجه خطيره جدا وانتهكت بيها خصوصياتنا كلنا واحنا مش واخدين بالنا. ايوه، زي ما بقول لك كده، شركه فيسبوك انتهكت خصوصياتنا. شركه فيسبوك بتشوف كل حاجه بنعملها على الموبايل بتاعنا، سواء اذا كنا بنكلم حد، سواء اذا كنا بنفتح الواتس، سواء اذا كنا فاتحين جوجل، لو عندك حساب بنكي، لو عندك اي حاجه شركه الفيسبوك بتشوفها على الموبايل بتاعك واحنا مش واخدين بالنا. طب ايه الموضوع؟ الموضوع ببساطه شديده جدا ان في خاصيه جديده اطلقتها شركه فيسبوك اسمها النشاط خارج الفيسبوك. يعني ايه معنى كده؟ يعني ايه معنى النشاط خارج الفيسبوك؟ معنى النشاط خارج الفيسبوك يعني اي حاجه حضرتك انت بتعملها. انا دلوقتي مش على الفيسبوك، انا دلوقتي فاتح التليفون بتاعي اهو، تمام، وعلى اي حاجه. يعني انا الشاشه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي شركه الفيسبوك حاليا شايفاها وشايفه انا بعمل ايه عليها، تمام. انا لو فتحت الرسائل كده المسج، تمام، كل المسج واضح قدام شركه الفيسبوك وده شايفاه حاليا. طيب ايه الحل؟ ايه اللي المفروض انا اعمله في ظل انتهاك الخصوصيه؟ طب ايه الحل؟ الحل بسيط جدا وسهل، انتوا ركزوا معايا. الخطوات اللي هقول لكم عليها دلوقتي هي الخطوات اللي هنعملها علشان نلغي خاصيه التجسس بتاعه الفيسبوك. اولا هنفتح الصفحه زي كده، هنجيب كلمه الفيسبوك، هنفتح الابلكيشن بتاع الفيسبوك، هنختار الاعدادات، تمام، في كلمه الاعدادات والخصوصيه، تمام، نختار كلمة الإعدادات والخصوصية. بعد كده نختار كلمة الإعدادات، تمام، نختار كلمة الإعدادات، وهننزل على كلمة النشاط خارج الفيسبوك. النشاط خارج الفيسبوك. شايفين يا جماعة؟ لو تلاحظوا معايا كل الصفحات المفتحة فوق دي كل الحاجات اللي احنا فتحناها من شوية، تمام، وشركة فيسبوك شافتها. ده الادهى والامر ان شركه فيسبوك تقدر تخش على اي حاجه من الحاجات دي وتجلب فيها براحتها يعني. عشان كده الفيديو ده خطير جدا، والفيديو ده لازم يوصل لكل الناس. الفيديو ده محدش يبخل بان هو يعمل شير، يعني مش هتخسر حاجه لو حضرتك عملت شير عشان يوصل لناس اكبر وتستفيد منه اكتر يعني، تمام. على بركه الله هنكمل. هنخش على ندوس الغاء ربط تسجيل الفيسبوك او الغاء ربط النشاط، تمام. هتظهر لنا الكلمه دي، الغاء ربط التسجيل، تمام. هندوس اوكي، كده اتلغت معانا. شايفه ظهرت العلامه الخضراء دي يقول لك تم الغاء. طالما ظهرت لك العلامه الخضراء اللي من تحت دي، كده احنا لغينا النشاط بتاع الفيسبوك او الخاصيه اللي عملها لنا الفيسبوك. يا جماعه الموضوع ده ما حدش يستهون بيه. بياناتك، معلوماتك، نشاطاتك، كل حاجه انت بتعملها في تليفونك مكشوفه للفيسبوك. فيا ريت ما تبخلش على غيرك بان انت تعمل له شير عشان يشوف الفيديو ده ويستفيد منه. شكرا.